خواتاتي، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير ورزقكم ربي التيسير، ومرحبا بكم معنا في قصة جديدة. بلا ما نطول عليكم ندخلوا مباشرة في سرد تفاصيل جريمة اليوم. القضية ديال اليوم هي قضية فيها عبرة كبيرة. هذه القضية غادي تعلمكم باللي الثقة المفرطة، الثقة الزايدة راه ديما كديك للخلا، كديك للهاوية. البوليس في هذه القضية هذه داروا مجهود كبير، مجهود جبار باش يوصلوا للحقيقة، حيت التحقيق اللي دار في هذه القضيه ما كان سهل نهائيا. دابا نبداو على بركه الله القصه ديالنا ديال اليوم. القصه ديال اليوم غادي دينا مدينه بني ملال مع واحد السيد اللي سميتو مراد. هاد مراد زاد في عام 1965 في مدينه مراكش، من بعد ما دار 4 سنين باقي صغيور انتقل هو والاسره ديالو لمدينه بني ملال. قرا مراد حتى للمستوى الاعدادي وحبس القرايه، خرج بدا كيتعلم الصنعه، الحرفه ديال الميكانيك ديال الطوموبيلات. بقى في هاد الحرفه حتى ولا في عمره 25 عام. هاد السنين كلها اللي داز كان مراد كيكون فيها راسو حتى وقف على رجيلاته. شرا واحد البقيعه، بنى فيها واحد الكراج ديال الميكانيك وبدا خدام فيه. هاد الكراج ديال الميكانيك كيخدم فيه وفي نفس الوقت كيدير التجاره، كيبيع ويشري في البياس ديال الطوموبيلات. من بعد ما دازت واحد المده بدا مراد كيبني فوق الكراج ديالو واحد البريطمه، واحد الشقه، وبدا كيجهز فيها. يعني مراد كون راسو من الصفر، طور التجاره ديالو لدرجه ولا كيسافر حتى لاوروبا باش يستورد السلعه رخيصه. ملي شاف راسو تيسر ماديا بدا كيفكر في الزواج، وقال كيف ما انا كونت راسي وبديت من الصفر وضربت التماره حتى وصلت لهاد الشيء انا اللي فيه، علاش غنجيب وحده تلقاها واجده؟ خاصني نتزوج بوحده تكون خدامه اصلا، وحده اللي حتى هي تكون ضربت التماره ومكونه راسها. وفعلا مع الوقت مراد غادي يتعرف على واحد البنت سميتها امينه. امينه كانت خدامه في وزاره الصحه، وكانت ناعمه البنت، كانت بنت ملتزمه محترمه راسها. مشى مراد وهضر مع والديه، قال لهم راني شفت واحد البنت وبغيت نكمل ديني، بغيت انا نتزوج. والديه طاروا بالفرحه، وافقوا ومشاو يخطبوها ليه. وداك الشيء اللي كان. مراد وامينه تزوجوا، ضربوا الكحل في البيض، استقروا في الدار اللي كان موجدها فوق الكراج، وكانت حياتهم مزيانه وما عندهم حتى شي مشكل. من العام الاول ولدت امينه وليد سماته محسن، العام الثاني ولدت وليد اخر سماته حسن. في ديك الفتره مراد تيسر ماديا، كان ناجح في حياته، حتى وصلوا الناس كيشوفوه قدوه ليهم ولوليداتهم، زعما حيت واحد الشخص اللي بدا من الصفر ونجح في حياته. ولكن دوام الحال من المحال. مع الوقت مراد غادي يتبدل، غيتفلس، غيتخلى على المسؤوليه ديالو في الدار، ما بقى كيهتم لا بمرته ولا بوليداته، ولا تابع غير الفلوس. في تاريخ 25 شهر 1 عام 2011 واحد البنت سميتها وفاء مشات هي ومرت خوها للمحل ديال مراد باش يشريو من عنده شي بياس ديال الطوموبيل. هنا مراد غير شاف وفاء عجباتو بزاف، طيرت له عقله. ديك الساعه طلب منها تجلس ترتاح باش يوجد ليها داكشي اللي خاصها. ملي كان كيوجد لهم البياس ديال الطوموبيل ما غاديش يلقى واحد البياسه واجده عنده. داكشي علاش طلب من وفاء، قال لها اعطيني النمره ديال التليفون ديالك باش ملي نوجد لك البياسه نعيط لك وتجي تديها. فعلا وفاء داكشي اللي دار، تعطاتو النمره ديالها. داز واحد الايامات وجد ليها البياسه، عيط ليها وجات خضاتها من عندهم المحل. ومن ديك الساعه بقات النمره ديال وفاء عند مراد، وبقى مره كيصيفط ليها ميساج، مره يهيب عليها، مره يصوني عليها، مره يهضر معاها، شويه بشويه حتى تطورت العلاقه بيناتهم وولات علاقه غير شرعيه. في ديك الوقيته امينه ولات كتلاحظ على راجلها باللي التصرفات ديالو كيتبدلوا، ولات كتشوف راجلها ديما مهلي في راسو، ديما مأنتك، كيلبس مزيان. فيما كتسولو فين غادي كيقول لها انا غادي نمشي عند واحد السيد رانا داير معاه باش نتخدم من عنده شي سلعه وراه دغيا نرجع. ولكن من جهه اخرى مراد كان كيمشي يتلاقى بوفاء. بقى الحال كما هو، ومراد ولا كيزيد في الاهمال ديالو لمرته وعلى حتى وليداتو، لدرجه ما بقاش مسوق لهم نهائيا، كي كانوا كما كانوا. شويه بشويه ولات امينه كتزيد تلاحظ على مراد شي تصرفات كتجيب اصلا الشك. غير كيعيط له شي واحد كيخرج برا ولا كيبعد، واحد كيبدا يهضر بشويه وكيجاوب، وديما كتسمعوا كيهضر شي هضره اللي ما يمكنش تكون ما بين الراجل والراجل، هضره كتجيب الشك. فاش كتسولوا معاه من كنتي كتهضر كيقول لها غير مع مول السلعه، كتقول لها اش من مول السلعه. هنا بدا كيتزاد الشك عند امينه اكثر واكثر. مراد تبدل عليها وما بقاش كيف عرفاتو في الاول. في الاول كان ديما مهتم بها، ديما مهتم بوليداتو، حتى تبدل في نهار واحد مره واحده. وداك الشيء علاش كثروا المشاكل ما بين مراد وامينه. امينه ولات كتشوف في راجلها ما بقاش كيعطيها الاهتمام في مره، ما بقاش كيعطيها حقوقها الشرعيه. ما عرفت مالو، ما عرفت شنو وقع ليه، حتى وصل ولا ديما كيسد المحل ديالو وكيخرج وما بقاش كيقول لها كاع فين غادي.
وحيت مراد كان داير واحد لانترفون ما بين الدار ديالو والكراج اللي لتحت، كان فيما كتبغيه امين على شي حاجه كتصوني عليه وكتهضر معاه غير من الانترفون، جيب هادي جيب هادي. ولكن مع المده ولات فيما كتصوني ليه ما كيجاوبهاش كاع واخا كيكون تم. وفاش كتهبط عنده كتلقاه كمجمع في التليفون وغير كيشوفها كيقطع المكالمه. ولكن امينه ما كانش مأكده 100% من الخيانه د راجلها. بقى الوضع ما بين مراد ووفاء مده طويله وهما على علاقه حتى حملت منه. ولكن واخا دازت مده طويله وفاء ما كانش عارفه باللي مراد راه اصلا ديجا مجوج وعنده الوليدات. مراد كان يكذب عليها ديما، كيقول لها انا باقي ما مزوجش، باقي ما كونش راسي، باقي كذا باقي كذا. وفاء ملي عرفت راسها حامله تخلعت بزاف، تلفت وما عرفت ما دير. ديك الساعه اتصلت بمراد وقالت له خاصني غدا ضروري نشوفك، راه بغيت نقول لك شي هضره مهمه. وفعلا مشات وفاء وتلاقات بمراد، وملي قالت لي على الحمل ديالها وبلي خاصو ضروري يجي يخطبها من دارهم، ابدا ديك الساعه مراد كيتهرب منها، ولا كل مره كيعطيها سبه في شكل. طبيعه الحال هو كاذب عليها بانه راه ما مجوجش وكذا وكذا، ما قايش ليها باللي راه عنده اصلا وليدات ومجوج وكذا ومراته سميتها امينه. داز الايام ووفاء مازال كتسنى مراد يجي يخطبها، ولكن مراد كان ديما كيتهرب منها، وكل مره كيعطيها سبه في شكل، كيقول لها هذا الشهر غادي نجي، الشهر الجاي غادي نجي، عندي شي ظروف وصافي. المهم كل مره اش كيقول لها. بقات وفاء كتسنى فيه حتى بدات كتكبر كرشها، وبدات كتخاف من الهضره ديال الناس، بدات كتخاف لا والديها يعيقوا بها. ودازت ايام وجات ايام. واحد النهار مشى الاب ديال وفاء للكوميساريه كيبلغ على الاختفاء ديال بنته، كيقول لهم باللي يومين هادي باش خرجت بنته من الدار وما عاودتش رجعت. ملي شاف الاب بنته مختفيه لمده ديال يومين وكيتصل بها ما كتجاوبوش، حاجه عاديه غادي تخلع على بنته. الكبده هادي ما عارفش شنو واقع ليها. من بعد ما ديكلارا باختفاء ديالها سولوه البوليس واش شاك في شي واحد، واش كذا، واش عارف بنتك مع من كتمشي، واش عارفها مع فين كتمشي قبل ما تختفي. جاوبهم ابو وفاء وقال لهم انا بنتي ما كتمشي مع حتى واحد، ولكن دابا واحد اليومين كانت جالسه معنا عادي في الدار، شويه خرجت وما عاودتش رجعت. قال ولكن اللي لاحظت عليها غريب هاد الايام كانت ديما جالسه غير بوحديتها وساده عليها بيتها. كان باين باللي بنتي عندها شي مشكل كبير، كان باين باللي بنتي مخبيه علينا شي حاجه وما باغاش تقولها. وفيما كنبغيو نهضروا معاها ونسولوها اشنو عندك يا بنتي، ما كتبغي تهضر، ما كتبغي تجاوب حتى شي واحد، ما باغاش تقول لنا شنو واقع ليها. ديك الساعه البوليس طلبوا من الاب ديال وفاء باش يمشيو معاه للدار. قالوا ليه نمشيو معاك باش نقلبوا البيت ديال وفاء، ربما لقاو شي حاجه مهمه اللي نقدروا نوصلوا بها ليها فين كاينه. جاوبهم وقال لهم واخا يلاه معايا. وداك الشيء اللي كان فعلا مشاو معاه البوليس للدار وبداو كيقلبوا البيت وكيفليوه مزيان. لقاو واحد الورقه فيها نمره ديال التليفون، وديك النمره ما كانت فيها حتى سميه، يعني نمره مجهوله. وهما مازال كيقلبوا. ديك الساعه دخلت مرت خوها، سولوها البوليس وقالوا لها واش كتعرفي شي حاجه على وفاء. جاوبتهم وقالت لهم بلي وفاء كانت عندها علاقه مع واحد السيد عنده محل ديال اصلاح الطوموبيلات، واحد السيد ميكانيك هو اللي كان عندها علاقه معه. هاد السيد راه كانت كتبغيه وفاء بزاف وكان ديما كتعاود ليه عليه. سولوها البوليس وقالوا لها واش كتعرفي هاد السيد هذا شنو سميتو، فين كاين، فين خدام. جاوبتهم وقالت لهم اييه كان عرف المحل ديالو مزيان، انا وفاء واحد المره وقفنا عنده قدام المحل، اصلا كان الطوموبيل ديالي خاسره وكان خاصها شي بياس، داكشي علاش وقفنا عنده وشرينا البياس اللي خاصنا. ومن ديك الساعه اتعرفت عليه، وتعرفت عليه داك النهار نيت اللي تعرفت عليه ولا وتطورت العلاقه بيناتهم. هنا الاب ديال وفاء اتصدم من اللي سمع هاد الهضره، حيت ما عمره كان عارف باللي بنته اصلا عندها التليفون. الاب ديالها كان راجل محافظ وكان مانع على بنته دير التليفون، ولكن وفاء كانت دايره بالتخبيه بلا ما يعيق بها باها. وملي جربوا البوليس ديك النمره اللي كانت في البيت عندها، اللي لقاو في البيت عندها، لقاوها بصح هي النمره ديال مراد الميكانيك. ديك الساعه اتصلوا به وطلبوا منه باش يجي عندهم الكوميساريه. ملي سمعت امينه مرات مراد باللي راجلها استدعاوه البوليس، جا هادشي غريب، هادشي بشي شكل. مراد ما كان عنده حتى شي مشكل مع شي واحد. قالت مع راسها علاش طلبوا منه البوليس باش يجي عندهم الكوميساريه، ياك لاباس. وفعلا مشى مراد عندهم الكوميساريه، ولكن ما مشاش بوحدو، الا سقط فيه مرتو امينه، مشات معاه باش تعرف شنو كاين. ما بغاتش تخليه يمشي بوحدو، قالت ليه غادي نمشي معاك رجلي برجلك باش حتى انا نعرف شنو واقع. ملي بداو كيحقوا مع مراد
قالوا له انت هو السبب في الاختفاء ديال وفاء. امينه غير سمعت هاد الهضره من عند البوليس ضربها الضوء، ما بقات فاهمه والو، بقات غير كتبرق في عينيها وكتشوف في راجلها، كتسنى منه يوضح لهم اشنو واقع. ولكن مراد ضاربها بنكره، ناكر هاد الشيء كامل، وقال لهم انا ما عندي حتى شي علاقه بهاد البنت، وحتى هاد السميه انا ما عمري سمعتها كاع. قال لهم انا ما كنديرش علاقات مع البنات، وانا كنحترم مرتي وكنقدرها وكنبغيها، هي حداه كتسمع. قال لهم انا اصلا ما كنمشي حتى البلاصه، من الدار للخدمه ومن الخدمه للدار، وحتى الخدمه ديالي راه كاينه تحت الدار ديالي، وانا علاش غنخون مرتي اصلا؟ ديك الساعه جاوبوه البوليس وقالوا له حنا سامعين هضره اخرى من مرت خو وفاء، هذه اللي غابره، وهي اللي عاودت لينا كلشي وقالت لينا باللي كنتي كتهضر مع وفاء مده طويله هذه، وباللي كانت بيناتكم علاقه غير شرعيه. ملي قلبوا التليفون ديال مراد لقاوه فعلا كان كيهضر مع وفاء لمده طويله، كان كيهضر معها بالسوايع النهار والليل، والنهار اللي اختفت فيه وفاء كان مراد عيط ليها 5 ديال المرات. وهذا الشيء كان كافي للبوليس باش يعتقلوه. شدوه وداوه حطوه في تحت الحراسه النظريه بطبيعه الحال، حيت كان كيكذب عليهم وكيدخل يخرج في الهضره، ما جاوش للصراحه من الاول. بقاو معتقلين مراد لمده ديال 4 شهور و20 يوم. هذه المده كامله اللي كانوا معتقلين فيها مراد كانوا البوليس كيحققوا في هذه القضيه، ومن بعد ما حققوا مزيان البوليس ما وصلوا لحتى شي حاجه، حتى حاجه، ما لقاو حتى شي دليل ضده، وحتى وفاء ما بانش الاثار ديالها نهائيا. ديك الساعه طلقوه يمشي بحال حالته، وتقيدت القضيه ضد مجهول. خرج مراد وكمل حياته عادي. البوليس والعائله ديال وفاء توقعوا باللي غادي تكون هي البنت هربانه من دارهم حيت دارت الكرش وكذا وكذا، ولكن ربي ملي كيبغي يكشف الحقيقه كيكشفها. في عام 2012 كان واحد الراجل عنده واحد الارض ديال الفلاح، وديك الارض كانت كبيره بزاف، وكان باغي يستثمرها ويزرع فيها شي حاجه اللي تدخل عليه الفلوس. داك السيد بغى يزرع الارض ديالو، جاب واحد الراجل وطلب منه باش ينقي ديك الارض من الحجر وكذا وكذا، ويحيد منها الشوك والوسخ اللي معمرها باش يحرثها ويزرعها. بدا داك السيد كيجمع داك الزبل من الارض، وبدا كيحطو بوحديتو في واحد الجهه باش ملي يسالي داك الشيء كامل يحرقو، وهو مازال كينقي في الارض، وهي تبان له واحد الميكه كحله كبيره ومدفونه في الارض كيبان منها واحد شويه. ديك الساعه مباشره مشى كيشوف شنو كاين وسط منها، ولكن غير حله شاف واحد المنظر اللي كان كيخلع. شاف هيكل عظمي في وسط ديك الميكه. السيد غير شاف داك المنظر تخلع، فشلو له ركابي، كان غادي يطيح في بلاصتو. كانت الجثه اتحلت اصلا ولات عباره على عظومه. ديك الساعه مشى كيجري عند مول الارض، من بعد ما شاف حتى هو الجثه مشى مباشره عند البوليس وعلمهم، وحتى البوليس ديك الساعه التحقوا بعين المكان، وغير شافوا الجثه اللي في الارض عرفوا هذه البنت غير من الحوايج اللي كانت لابسه، بقاو غير الحويجات والعظام. السيده كانت لابسه كسوه ديال البنات. ملي بداو كيقلبوا البوليس على البنات اللي تختفاو في ديك الوقيته في ديك الفتره، كانت ما بين دوك البنات وفاء. ديك الساعه البوليس استدعاو العائله ديالها باش يشوفوا الجثه ويتحققوا منها واش بنتهم ولا ماشي بنتهم. العائله ديال وفاء غير سمعوا هذا الخبر تخلعوا مشاو كيجريو كيقولوا يا ربي ما تكونش هي. ملي وصلوا عائلتها وشافوها غير من الحوايج اللي كانت لابسه تعرفوا عليها وقالوا لهم هذه هي بنتنا، عرفوها باللي هي بنتهم. العائله ديال وفاء انهاروا وفشلوا في بلايصه، نهاروا ملي شافوا ديك الحاله اللي فيها بنتهم داك المنظر، حيت كانوا كيقولوا السيده غير هربانه ودابا ترجع. ما كانوش متوقعين باللي غادي يجي النهار ويشوفوا بنتهم مقتوله بديك الطريقه ومخشيه في وسط ميكا كحله ومليوحه. وفين مليوحه؟ في الخلا. البنت ولات عباره على هيكل عظمي. في ديك الوقيته اداو الجثه المشرحه يشوفها الطبيب الشرعي باش يدير لها التشريح ويعرفوا شنو السبب ديال الوفاه. وملي خرجت النتيجه لقاو باللي وفاء قبل ما تقتل كانت حامله. وفاء تقتلت مخنوقه، يعني شي واحد خنقها حتى ماتت. وهذا الشيء هو اللي خلى البوليس يعاودوا يفتحوا الملف ديال وفاء من جديد. انا المحققين شكوا باللي الشخص اللي قتل وفاء غادي تكون عنده علاقه بالحمل ديالها. وفاء ما كانتش مزوجه، وحتى الطريقه باش ماتت كتبين باللي الشخص كان ناوي يقتلها باش يغطي على الجريمه ديالو. كان مراد هو المشتبه به الاول في هذه الجريمه، وهذا الشيء اللي خلى البوليس يعتقلوه يعاودوا يحققوا معه. واجهوه باللي لقاو الجثه ديال وفاء، وباللي وفاء قبل ما تموت كانت حامله، وقالوا ليه انت هو اخر واحد كانت عندك علاقه بها. قالوا ليه دابا غير جينا واقف، غير جينا الصراحه، قول لنا شنو وقع، قول لنا شنو وقع باش نقدروا نتعاونوا معك ويكون شي ظروف ديال التخفيف. ولكن مراد رجع ونكر وقال لهم انا ما عندي حتى علاقه بالاختفاء ديال هذه البنت.
ملي البوليس شافوه بقى كينكر اخذوا التليفون ديالو عطاوه الشرطه التقنيه باش يعرفوا المناطق اللي تحرك فيها نهار الاختفاء ديال وفاء. وهنا غادي تكون المفاجاه، حيت لقاو البلاصه اللي كان فيها داك النهار اللي اختفت فيه وفاء هي نفس البلاصه اللي لقاو فيها الجثه، يعني كان تما. وخا واجهوا بهذا الشيء كامل، مراد بقى مصر على الهضره ديالو، قال لهم باللي انا ما شفتهاش داك النهار نهائيا. قال لهم بالعكس، هي اتصلت بيا شي 4 ولا 5 ديال المرات باش نتلاقاها، ولكن انا ما مشيتش عندها. قال لهم انا كنت خدام وما قديتش نمشي نتلاقاها. سولوه البوليس وقالوا له واش عندك شي شاهد اللي كيثبت باللي ما خرجتيش داك النهار من المحل؟ داك النهار ما خرجتيش من الكراج ديالك النهار كامل؟ جبنا شي شاهد، شي كاميرا، شي كذا. جاوبهم مراد وقال لهم كاين واحد السيد كان جا عندي للمحل وشافني بانني مريض وبلي مره كانت هابطه عندي الزوجه ديالي للمحل، وهضر معها هو قال لها عطيه غير شي شويه ديال الليمون وغادي يولي لاباس. ومن موراها مشيت نشوف الام ديالي في دارها. حتى البوليس استدعاو داك الشاهد باش يتاكدوا، اللي كيقول لهم مراد بان جا عندي للمحل وشافني عيان والمراه قلت له عطيه الليمون وكذا. قالوا له واش بصح شفتي مراد داك النهار في المحل؟ جاوبهم هاد السيد وقال لهم ايه شفتو، ولكن نتوما كتسولوا على العشيه، انا شفتو الصباح ماشي العشيه. فاش قدم بين وفاء البلاغ ديال بنته قال لهم بلي بنته خرجت في العشيه ماشي الصباح. ملي مشاو البوليس لذاك الفارماسيان وشافوا كاميرات المراقبه لقاو مراد شرا داك الجهاز مع 3:30 ديال العشيه، يعني نفس الوقت اللي اختفت فيه وفاء. هاد الادله كامله كانت كافيه باش يعاودوا يعتقلوا مراد. ولكن واخا هكاك مراد حالف لا هضر، بقى مصر باللي ما عنده حتى علاقه بالاختفاء ديال وفاء، واخا الادله كامله كانت ضده. وحتى المحامي ديالو كيقول له هضر اصاحبي، نصحو قال له اعترف باش تكون ظروف التخفيف، الادله راها كلها ضدك، وحتى الشهود اكدوا باللي راه كانت عندك علاقه معها. قال لي المحامي على الاقل قول لهم باللي راه كانت معايا وتلاحت من الطوموبيل ولا شي حاجه بحال هكا يقدر يخفوا عليك الحكم. ولكن مراد بقى رافض وبقى مصر باللي ما عنده حتى علاقه بهذه الجريمه. ولكن حيت الادله كانت كامله ضده والشهود كلهم اكدوا باللي انه كانت عنده علاقه مع وفاء، وحتى الشرطه العلميه اكدت باللي كان في نفس البلاصه في ذاك الخلا اللي لقاو فيه الجثه. التحليل اللي عطاو الشرطه لهذه القضيه هو ان مراد من بعد ما حملت منه وفاء ومن بعد ما بقات ضاغطه عليه باش يجي يخطبها بدا كيتهرب منها وما بقاش باغي يمشي يخطبها نهائيا. وملي بدات كتهدو باللي غادي تمشي عند مرته وتقولها ليها وتفضحوا، هنا خاف مراد لا يتفضح، ما كانش باغي يخسر عائلته، ما كانش باغي يخسر مراته، وداك الشيء علاش قتل وفاء باش ما تفضحوش. في عام 2013 حكمت المحكمه على مراد بالمؤبد. ولكن الحاجه اللي خايبه بزاف هي ان الام ديال وفاء بسبب هذه الصدمه اتشلت من رجليها، وحتى الاب ديالها هي مده قصيره وتوفى. الاب مسكين ما قادش يتحمل هذه الكارثه اللي وقعت للعائله ديالو، ما قادش يتحمل المصير ديال بنته، ما قادش على فراقها نهائيا. اذا العبره اللي خاصنا ناخذ من هذه القضيه هي ما عمرنا خاصنا نثيقوا في شي واحد. الانسان واخا ما عرف شنو يقول لك ما تقدرش تعرف شنو تحت راسه. هنا غادي نكون وصلنا للختام ديال القضيه ديال اليوم. نشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. والى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم للقناه. وقبل ما نختموا ضروري نسمعكم الدعوه ديال الخير اللي ولفناها. الله يكتب علينا مكاتب الخير، والله يخرجنا من دار العيب بلا عيب، والله يرزقنا حسن الخاتمه ويجعل اخرنا احسن من اولنا، ويجعلنا خفاف ظراف على قلوبكم. خوتي خواتاتي دوزوا بخير ونتلاقاو غدا ان شاء الله في نفس الموعد. تهلاو.